مساء الفل على الكل. بصوا يا جماعة، أنا كنت طالعة هتكلم في حاجة تانية خالص خالص، لكن كمية المرار والحزن اللي أنا فيها دلوقتي خلتني هتكلم في اللي المفروض كل زملكاوي بيتكلم فيه. حضرتكم اتهمتونا إن إحنا مش عايزين المجلس الجديد، وإن إحنا موجهين، وإن إحنا مش قادرين نقف جنب المجلس الجديد. لكن أنا بقول لحضرتك، أنا لو كده كنت فرحت بالتخبط اللي بيحصل. حضرتك سبب حزن كل جماهير الزمالك، عشان انا لما استنى القرارات من الصبح، والقرارات كلها طالعه من قبل المتحدث الاعلامي ومن قبل المجلس ما بيخلص، متسربه في كل الجروبات ان حضرتك بتعرض فتوح وصبحي وزناري للبيع، تبقى دي كارثه. لما يبقى احسن باك شمال في افريقيا حضرتك بتبيعه علشان طلع يظهر، علشان اصل هي دي المبادئ. بصوا يا جماعه، احنا يا جماعه هنعمل عكس كل حاجه في الدنيا. طز في جماهير الزمالك، احنا هنغير الموظفين، احنا هنهد حمام السباحه، احنا هنبني ملاعب تانية، احنا هنشيل قطاع الناشئين، احنا هندخل الناس بشرطات، احنا هنخلي الناس تشرب سجاير في كل حته في النادي، احنا هنخلي كل حاجه عكس المجلس السابق. انت بتشيل يافطه نادي الوطنيه والكرامه، الكرامه، عشان تكتب نادي الزمالك للالعاب الرياضيه. ليه؟ هو ما حدش يعرف انه نادي الزمالك ده للالعاب الرياضيه؟ ولا هو يعني مثلا ايه، محل فلان للادوات الكهربائيه، محل فلان للادوات المنزليه؟ الوطنيه والكرامه اللي بتميز جماهير الزمالك، جماهير الزمالك اللي عارفه يعني ايه وطن ويعني ايه مصر، اللي عمر ما جماهيرها هتفت ضد اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، اللي ياما ده شافت وده ظلم، من عزل للجان ورا بعض 5 لجان، لحبس رئيس النادي السابق. محدش فكر يتجمهر وينزل، محدش فكر يقول انا هعمل بلبلة في الشارع. نادي الوطنية والكرامة بتشيلها، انا عايزه انسف كل حاجة. انا مستنية عشان تقولي اليافطة هتتغير، انا استنى لما تقولي فتوح احسن باك شمال في افريقيا كلها يتعرض للبيع عشان هو سهر. ده انت انتقدت المجلس اللي فات علشان طلع قال له ده كان بيخرج وكان بيسهر، وقلت هو في حد يقول كده على اللعيبه بتاعته؟ دي مكالمه عبد الواحد السيد مع محمد صبحي، الناس كلها عارفاها من امبارح. مكالمة شيكابالا مع فتوح الناس كلها عارفاها من امبارح. ده انتوا طلعتوهم مسرح، ده انتوا خليتوا لجانكم الالكترونيه كلها تشتم في اللاعب وتقول لك يمشي. يمشي مين يا ابني انت وهو؟ احنا الزملكاويه، احنا مش لجان، احنا بنحب الزمالك. احنا لو ما بنحبش الزمالك هنفرح في اللي بيحصل ده دلوقتي. احنا مش هنطلع نطبل ونهلل وانتوا جايبين لجان الكترونيه زي النادي التاني ما هو عامل، يجيب صافي وحش وفاشل ويخسر فيه ملايين يقول لك لا والله ده كفايه الجون اللي جابه في الزمالك، ويقولوا اسطوره موديبيست اللي مدفوع فيه مش عارفه كام مليون دولار على كوبايه شاي طلع بيها في الاعلان، وبرضه الجانب بتقول لك الاسطوره، ما حدش بيتكلم. انتوا عايزين الناس تقعد تقول قراركم صح، ايوه مشوه. تمشي مين؟ انا هشوف فتوح بيلعب لفرقه تانية؟ انا تعملوا فينا كده؟ انا انا مش ه- انا كفايه كميه مرار وحزن لا توصف. ده النادي التاني، ها، كهربا راح من بق كابتن شوبير، ده جاي مش نايم وجاي مش طبيعي، ودخل ضرب موسيماني ودخل شتم شناوي وما مشوهوش يا فندم. اللي بيقولوا احنا نادي المبادئ ما مشوهوش يا فندم. امام عاشور اللي شتم صالح سليم وحسن حمدي وشوبير نفسه وقال لهم بتلبسوا احمر ليه، خدوه يا فندم. القيا قال انا مصلحه النادي عندي اهم من اي حاجه. وانت جاي بتعرض اللاعب اللي هو المفروض عقده بعد 6 شهور هينتهي، يعني حضرتك مش هتعرف تبيعه، حضرتك هتقعده يروح يشتكيك لان هو له مستحقات. وجاي تقول لي اصل اللي هيدفع فلوس اوسوريو ممدوح عباس، ممدوح عباس اللي كان حاجز على النادي، ممدوح عباس اللي ما كانش الموظفين بيعرفوا يقبضوا منه. طب وما دفعتوهاش للفتوح؟ الواد بيقولك عليا الشيكات وهتدين وهتسجن، ما عدتوش معاه اديتوا له الفلوس. فين ال 35 رجل اعمال يا استاذ حسين لبيبي اللي بتقول انا معايا 35 رجل اعمال كانوا عايزين بس واجهه عشان يبقوا مسنودين عليها؟ هما فين؟ ما دفعولوش ليه للولد الفلوس؟ ما خدوش ليه؟ قالوا له خد الفلوس اهي، خد الفلوس اللي عليك وسد ديونك بدل ما تتحبس بالشيكات. ما بدل ما يدفع لاوسوريو ما دفعتوش ليه لفتوح؟
هو ده اللي احنا مستنيين منكم؟ هو ده الحزن والمرار اللي انتوا بتشربوه لنا؟ هو ده اللي كنت بتقوله؟ هو انا مستنيه مثلا؟ وانا انا مش كنت مستنياكوا تيجوا عشان فعلا تهدوا حمام سباحه وتبنوا ملعب كروكيه ولا هوكي؟ ولا كنت مستنيه الناس تخش بشورتات؟ ولا كنت مستنيه تشربوا سجاير في اي حته؟ انا جمهور الزمالك، انا مش لجان. انا انا اللي مش هطبل واقول انا. تعالوا هنا، انتوا كنتوا بتقولوا عزبه. عزبه مين؟ عزبه مين لما تبقى عضوة مجلس اداره ماسكه كره الصالات وبتعين مديرين فنيين، ولا اخوه اصلا بيلعب في كابتن فرقه من الفرق بتوع كره الصالات؟ يعني ايه تمسك قناه؟ طب قولوا لي المؤهلات ايه؟ بتقولوا عايز مؤهلاتها ايه عشان تطلع 3 ايام في الاسبوع في البرنامج الرئيسي؟ ده اللي اكتشفها المجلس اللي فات، وكانت بتطلع في برنامج بتوع اقسم بالله ما كان حد بيتفرج عليه. دلوقتي بقت هي اللي ماسكه البرنامج الرئيسي 3 ايام في الاسبوع. وبعدين مينا اللي مين مشاه؟ برضه مش انت مشيته، احنا هنجيبه. ده انا سمعت هيجيبوا احمد عفيفي يبقى مشرف على الكوره، اللي هو اصلا كان يوتيوبر، كان بيطلع مع رئيس نادي النصر في فقره كده 10 دقايق يقول احصائيات. هتخلوه مشرف على الكوره؟ انا مع احترامي ليه، بس يعني انتوا ايه مؤهلاتكم اللي بتقولوها دي؟ ايه اللي انتوا عايزين تنسفوا بصرف النظر عن ده في مصلحة الجماهير ولا لا؟ انتوا بتعملوا عايزين تهدوا كل حاجة بصرف النظر. الجماهير اللي عايزة تتفرج على ماتشات الكورة، احنا مش لجان، احنا مش هنعرف نبقى لجان ونطبل، ولا احنا اعضاء في النادي علشان خاطر نخش ببنطلون وشورت وولادنا. احنا الجمهور اللي بيتحرق دمه. انا تخليني ابكي؟ انا جماهير الزمالك تبكي ليه؟ ولمصلحة مين؟ انا فتوح يمشي؟ انا بتقول عرض اللعيبة للبيع وبكل بساطة، بكل بساطة كده؟ يا نهار اسوح. ده امال انتوا المجلس اللي فات كانت الناس بتقطع وبتقول ازاي ده يمشي؟ وده ده حسين لبيب طالع يقول في حواره اصل امام عاشور اتظلم. امام عاشور اتظلم؟ اللي طلع عيط قدامنا وبقى ياخد الكلينكس يقول لك انا من صغري وانا بحب الزمالك. فتوح ما اتظلمش، امام اتظلم. انا اقول ايه؟ اقول ايه في الحزن والمرار اللي احنا فيه؟ اقول ايه في اللي بيحصل في الزمالك؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ دمرتونا، دمرتونا واحزنتونا. ولو تعرفوا السي في بتاع المدير الفني اللي عايزين يجيبوه من ايطاليا، 34 مباراة كسب 7 مباريات بس. احنا هننسف كل حاجة فاتت. ده الدور بقى على غرامة كهربا وعلى زيزو. هي دي؟ هو ده اللي احنا كنا مستنيينه؟ هو ده اللي بتقولوا علينا؟ اقسم بالله لو موجهين كنا انبسطنا دلوقتي. ما كنتش ابكي من شويه لما اسمع القرارات دي. هي دي القرارات؟ هي دي القناه؟ هم دول اللعيبه؟ بتعرض اللعيبه للبيع؟ انا انا كنت بقول الزمالك ملوش غير ربنا وجمهوره، بس مش كله جمهوره، لان في ناس لجان وفي ناس بتطبل، وهنبقى زي النادي التاني له لجانه، يغلط يقع يعمل يقولوا له انت صح. لكن احنا الجمهور احنا مش راضيين ومفوضين امرنا لربنا. والزمالك فعلا ملوش غير ربنا والناس اللي بتحبه. انتوا مجلس احبطتوا كل طموحات جماهير الزمالك ما عدا لجانكوا والناس اللي تبعكوا وبس. خبر محزن، قرارات محزنة. انا مش هقول حاجة غير حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولك الله وجماهيره يا زمالك. سلام.